كنت مرة بدي محاضرة عن الكوميونيكيشن سكيلز، وفي واحد سألني ازاي اعرف ان العلم ده مناسب ليا ولا لا، او مهم في حياتي ولا لا. الحصول على المعلومات بشكل عام موجود، تقدر تعمل سيرش على جوجل تعرف كل المعلومات اللي موجودة في الدنيا، او تبص على يوتيوب تشوف كل الفيديوهات اللي اتعملت على موضوع معين هتلاقيها موجودة وافيلبل. لكن الصعوبة في انك تسأل السؤال، مش انك تلاقي له الإجابة. الصعوبة في انك تعرف ايه السؤال المناسب ليك اللي انت محتاج إجابته علشان تتعلم، مش انك انت تدور على الإجابة. Asking the right question هو ده بداية العلاج، بداية الوصول للتعلم، مش العلم. العلم موجود، لكن التعلم بيبدأ بسؤال، ما بيبدأش بالإجابة. طيب هل أنا بقى عارف أسأل السؤال المظبوط ولا لأ؟ قبل ما بعمل أي development الكوميونيكيشن بتاعت أي حد، بخليه يعمل evaluation لنفسه، بخليه يعمل تيست، personality test، يحلل شخصيته ويعرف مميزاتها وعيوبها علشان بس يعالج العيوب، ما يبقاش بيحشر علم في دماغه